أهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة في قصصية عبرة. النهاردة عندنا معنى حلو جدا هنتكلم فيه وقاعدة مبدأ الهدم ثم البناء. يعني إيه؟ تعالوا نشوف كده قصة سيدنا إبراهيم مع تكسير الأصنام. سيدنا إبراهيم عمل حركة ذكية جدا لما راح طيب انتوا مؤمنين بقى ان الأصنام دي هي الإله وهو بقى هي دي الإله اللي انتوا بتعبدوه. عمل تجربة ذكية جدا، عمل صدمة للعقل، فراح كسر الأصنام وساب الصنم أكبرهم، علق عليه كده بقى الفاس وسابه صاحي. ولما سابه يعني سليم ما اتكسرش، ولما جم سألوا ايه ده مين اللي عمل، فقالوا والله سأل كبيرهم، خلي بقى الأصنام ترد بقى وخليه هو يرد ويعمل. فهنا كان المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعمل صدمة للعقل، ان انا مقتنع ان ده الاله بتاعي اللي بيحميني، اللي بيجيب لي، اللي بيعمل لي. فانا وريتك من خلال تجربة عملية ان هو ما كانش قادر ان هو اصلا يحمي نفسه، ان هو حتى حماية نفسه ما كانش قادر يعملها، مش ان هو يحميك. فهنا بنسميها الهدم. انا كنت بهدم فكرة معينة موجودة في دماغك، بهدم قناعة موجودة عندك علشان أعرف أبني فكرة جديدة، ألا وهي الإيمان بالله والتوحيد لله. يبقى سيدنا إبراهيم كان عشان يعرف يزرع في المجتمع بتاعه فكرة جديدة كان لازم يهد فكرة قديمة الأول، كان لازم أنسفها وكسرها. وده يا جماعة مبدأ مهم جدا في حياتنا. أوقات بيبقى عندنا معتقدات معرقلة وأفكار إحنا مقتنعين بيها وقناعات، وأنا مقتنعة بكده وأنا شايف إن كده صح، بس الحاجة دي مش بتخدمنا. ولما بيجي الحق ونيجي بقى تجيلنا أفكار جديدة صح بتخدمنا أقرب لربنا أيا كان، إحنا بنبقى عايزين نجري النط. لما نعمل بقى إعادة برمجة لعقلنا بنبقى عايزين نجري النط إن إحنا نقتنع بالفكرة الجديدة، بس بننسى خطوة قبلها مهمة، إني ألخلخ لعقلي الفكرة القديمة، إني أخبطها له، إني أهدها له. طيب نعمل ده ازاي نرمين؟ من ضمن الاستراتيجيز اني مهم قوي اي فكرة انا عايزة اتخلص منها وعايزة اتبنى فكرة جديدة، مهم لخلخها لعقلي من خلال اني اطلب من نفسي اثباتات تثبت ان الفكرة دي صح. اثبتي لي ان فكرتك صح علشان كذا علشان كذا علشان كذا علشان كذا، برافو. واروح ادور على اثباتات تانية تثبت ان الفكرة دي غلط، لا الفكرة دي غلط. اروح اتشقلب اجيب اثباتات تانية توريني ان ده غلط. يعني انا مقتنعه ان كل الرجاله خاينه، اثبتي. والله انا اتخنت، صاحبتي اتخانت، جارتي اتخانت، جبتي اثباتات. اثبتي لي انها غلط. هل في حقيقه علميه، في دراسه اثبتت، في ايه في القران، في اي حاجه قالت انه ربنا خالق الراجل كل الرجاله خاينه؟ لا. احنا عندنا حتى مبدأ في القرآن اللي هو ما فيهوش تعميم، دايما إلا قليل إلا قليل، يقول لك وكثير ويقول لك إلا قليل. يعني القرآن نفسه لما بيجي في وقت يحكي عن شيء وهو منتشر فعلا، بس دايما بيقول لك إلا قليل، ما تعملش تعميم. يبقى لازم اتشقلب اجيب لعقلي اثباتات تثبت ان اللي انا بقوله غلط، فاخبطك الخلخك، اعمل لك لخلخه وصدمه ازاي الحاجه دي صح وغلط في نفس الوقت. يبقى مهم يا جماعة وأنا بتبنى أفكار جديدة، عادات جديدة، لايف ستايل جديد، لازم أهد القديم وأدور لعقلي على طرق تخبط له. لا الصح إن أنا أصحى الساعة 1 الظهر ده مش الحاجة الكويسة، أروح أدور على إثباتات تهدله الفكرة جوه دماغه. طيب يا ترى مبدأ الهدم ثم البناء بس فقط هيمشي على الأفكار؟ لا. أوقات يا جماعة بنكون علشان نعرف نبني حياة جديدة، نعرف نبني مستقبل أفضل، نعرف نبني حياة كريمة، لازم نهد بيئة قبل كده نمشي. يعني إيه؟ لما نيجي في قصة سيدنا نوح مثلا، ليه ربنا ما أهلكش قوم نوح وهم موجودين في مكانهم وخلاص؟ سيدنا نوح والناس اللي مؤمنين هم دول ربنا هينجيهم وهم في نفس الوضع، والباقيين خلاص هم دول اللي هيموتوا. لا، سيدنا نوح أخذ المجموعة اللي أمنت ومشينا من البيئة دي. أصلا الهلاك والدمار هينزل على القرية، انتوا هتمشوا. في قصة سيدنا لوط، سيدنا لوط أخذ بناته ومشيوا والقرية هلكت. طب ليه؟ طب ما كان ممكن ربنا خلاص هم يهلكوا ودول ينجيهم وهم في نفس المكان. لا، انتوا هتمشوا من المكان ده. في قصة شهيرة كنا بنسمعها للرجل اللي قتل 99 نفس، ولما راح للشيخ يقول له أنا عايزة أتوب وعايزة أرجع لربنا، قال له لا مالكش توبة، ده أنت قاتل 99 فأتمهم 100.
فراح بعدها في حتة جواه عايزة توب، فراح يسأل واحد تاني، فالراجل التاني نصحه وقال له ايه؟ قال له سيب البلد اللي انت فيها، سيب كل حاجة وامشي روح لبلد تانية تبتدي فيها وتعيش فيها. فالراجل ده وهو ماشي أول ما بدأ الطريق توفى، مات. فالملائكة احتارت، هنحطه فين؟ فربنا سبحان الله برحمته، القصة بتقول إنه قرب بينه وبين البلد اللي هو كان خلاص قرب يوصل، البلد اللي هو كان هيتوب بقى ويبتدي فيها بداية جديدة. فناس كتير لما بتسمع القصة دي بتبتدي تقعد تقول يا عم ده قتل 100 واحد، يا عم احنا عملنا ذنوب، ايه؟ لا ان شاء الله ربنا يغفر لنا، لا ان شاء الله خير، ده ربنا غفور رحيم، ده قتل 100 نفس اهو وربنا تاب عليه وبص خلى الملائكه تعمل ايه، لا احنا ان شاء الله في حته كويسه. انت باصص على حته غلط في القصه. انت مش باصص ان الراجل ده كان قد ايه صادق، انه ساب البلد اللي هو عاش فيها، ساب فلوسه، صحابه، اهله، عشيرته، مجتمع، الكوميونتي بتاعه، ساب كل حاجه لله رب العالمين، وطلع يمشي يروح بلد لا يعرف فيها حد، ولا اعرف هشتغل ولا لا، ولا هبقى عندي بيت ولا لا، انا ماشي رايح للمجهول. فأنا كان لازم أهد حياة قديمة كنت عايشها عشان أعرف أبني حياة جديدة بتوبة جديدة بلايف ستايل جديد في مكان تاني. يا ترى بقى إحنا عندنا استعداد لو إحنا عارفين إن في شيء أفضل لازم نروح له، في حياة كريمة أفضل عايزين نروح لها، في خطوات جديدة إحنا لازم نعملها، في أهداف، في أحلام عندنا بنحلم بيها، نفسي في شغلي أعمل كذا، نفسي في علاقتي مع جوزي أعمل كذا، نفسي، أوكي. بس هل انت واعية وهل انت واعي ان في هدم لازم يحصل؟ في هدم لبعض الافكار، زي ان النوم سلطان والنوم هو احلى حاجة في الدنيا، في هدم العادات قديمة لازم يحصل، في هدم اللايف ستايل قديم لازم يحصل، في هدم معين يمكن في بيئة، في كوميونتي، في بيئة عمل، في بيئة اصدقاء، ايا كان لازم تنتهي وتخرج عشان اعرف اروح ابني في حتة تانية. مهم قوي لو انت في سعيك كده للبناء، دور كده ايه الحتة اللي انا لازم اهدمها الاول عشان اقدر ابني وانطلق في رحلتي. اتفقنا؟ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية.